يدور بيا بالطوموبيل وكان وقفوا في شي بلاصه ونبقاو نهضروا. في الاول ما كانش كيقرب ليا، كان كيحترمني بزاف، ولكن انا كنت باغاه يتربط فيا فكنت كنقرب ليه ولفني. ولا كل نهار كيبغي يخرج معايا ولكن ما كنعطيه والو. السيد زير وقال لي ما بقيتش قاد، باغيك اليوم قبل غدا. قلت ليه هضر مع ماما وبابا، اما انا راك عارفني باغاك. فهاديك الليله فاش رجعنا للدار وحنا مجموعين على العشاء، هضر مع ماما وقدام خالتي، قال ليها بلي باغيني وبلي باغيني في الحلال وبلي كيتسنى الوقت ويهضر مع بابا. خالتي ما كانتش باغا حيت كنت كنقرا عليها في عينيها، ولكن ما قدات تقول ليه لا ولا حتى شي حاجه، اولا دير معاه دوك الفهاي اللي دارت مع خوه الصغير، حيت هذا ما كتقدرش تزيد معاه الهضره، حيت الا ناض جاو ما سكتو. هي ما قداتش تقول ليه شي كلمه، واخا ما كنتش عارفه علاش كدير معايا هكا، ولكن خليها على خاطرها. المهم عندي ناخد ولدها حيت عجبني. درنا الخطبه في دارنا من بعد ما تقادت الامور ما بين ماما وبابا. واحد العطله عاوتاني مشينا وبقيت كنخرج انا وياه. واحد النهار كنا في الطوموبيل قال لي توحشتك، بغيت نتزوجو خلاص. قلت ليه غير صبر، ما بقى قد ما فات. ويقول لي ما نقدرش. وفاش رجعنا للدار تلاقينا خوه قدام الباب كيتسنى، تقول كيتسنى فينا، وغير شافنا ما عجبوش الحال. دخل للدار وبدا غير كيقلب على السبه مع مراته حتى دابز هو وياها، ارسلها لدارهم في هذاك الليل. انا ما تسوقتش، دخلت البيت فين كان نعس ودرت لي زيات وجلست حتى جا عندي خطيبي. قال لي ياك ما صدعك هاد خينا. قلت ليه لا، انا ما شغليش فيهم، هو ومراته، انا ما سوقش. المهم بقينا انا وياه وبدينا كنهضروا شويه، طلعنا للسطح والليل والجو كان زوين. عنقني وقال لي غدا ما غاديش نمشي للخدمه، بغيت ندوزو معاك. ونغد ليه. فطرنا مجموعين، خرجت انا وياه لحدا البحر وبقينا مع بعضياتنا حتى جا الليل. رجعنا لقينا الدار خاويه، فاش عيطنا ليهم لقيناهم عند الجيران مشاو يتداخلوا ما بين ولد خالتي الصغير ومراته باش يردوها للدار. دخلت للدوش باش ندوش، ومن بعد ما كملت مشيت للبيت. بديت باغا نبدل حوايجي شويه، جا خطيبي وقال لي خاصنا نتزوجوا خلاص حيت ما قادش نصبر. هو دخل الدوش باش يدوش ويمشي تبعهم عند الجيران يحاول يصلح معاهم الامور. انا دوشت ودخلت البيت نتكا حتى يرجعوا شويه. تحل باب البيت، عند بالي خطيبي ارجع باش يشوفني، ولكن لقيت خوه الصغير اللي كنت معاه انا شحال هذا هو اللي داخل عندي البيت وكيقول لي سمعت كل شيء، عطيتيه راسك، خليتيني انا على ولده. كان في واحد الحاله هيستيريا، غير كيدخل ويخرج في الهضره. قال لي ما غاديش تكوني ليه، غير ارتاحي انت ديالي. قلت ليه انت مزوج وانا مخطوبه واللي بيناتنا سالا شحال هادي، انا كنبغي خوك ومن الاحسن نسى هادشي اللي كان بيناتنا. قال لي لا ما يمكنش، وقرب ليا وجبد عليا موس. قال لي الا هضرتي نخسر لك وجهك، دفعني الى ناموسيه وقال لي حيدي حوايج. شويه سمعنا الهضره، جات ماما وخالتي وخطيبي ناض من فوقي بالزربه وقال لي هادشي الا قلتيه لشي واحد ما تلومي غير راسك. قال لي كان باغي يكمل معايا باش يحملني وما نتزوجش بخوه، وخرج من البيت قبل ما يطلعوا مالين الدار. من بعد جا عندي خطيبي لقاني في حاله خايبه، قال لي مالك اشنو واقع؟ ما قدرت نقول ليه والو، خفت يخليني الى عاودت ليه ويوقعوا المشاكل، وفي نفس الوقت ما بغيتش نبقى في هذيك الدار مع خوه في نفس الدار، خايفه بزاف. دخلت للدوش تاني وانا غير كنبكي، وفاش كملت الدوش قلت لخطيبي خرجني وبقيت معاه حدا البحر
قلت ليه ما تخلينيش وخلينا نتزوجوا خلاص. قال لي واخا غادي يبدا في اجراءات الهرس في اسرع وقت، وقال لي فاش غادي نتزوجوا غادي نسكنوا مع خالتي وخوه بينما قدينا السكن ديالنا. ولكن انا ما نقدرش نسكن مع خوه، وانا خايفه خطيبي يعرف هذا الشيء ويخليني ولا يوقعوا المشاكل. ما عرفتش كيفاش نوصل لخطيبي باللي ما بقيتش باغا نبقى معاهم ومع عائلته في الدار بلا ما يحس بشي حاجه.